الويب المغربي ولا كيشد واحد القفزه في نوعيه البرامج والمسلسلات والافلام. جيني انا من وسطهم كاع باش نراجع اوراقي والله ما عرفتش الشرطه في الحاجه. وباش ما نبقاوش غير محصورين في المملكه المغربيه، هذه النوعيه ديال البرامج راه بدات من مصر ثم الى تونس ثم جات عندنا حاليا المغرب وغادي تنتقل للجزائر. الجزائر مازال عندهم كونيكسيون ثقيله ولكن هذا الشيء هذا واصلهم. بس اوكي حلو. انا بحب الاكل برضه. تحبي ايه في الاكل طيب؟ بحب كل حاجه، باكل كل حاجه. ده جميل ده. فدابا اي انسان ذكي محلل مستنتج كيلاحظ وكيحلل وكيستنتج غيعرف باللي هذا البرنامج هذا وهذه النوعيه ديال هذه البرامج هذه من وراها واحد التخطيط، يعني من وراها واحد الناس صحاح جاي لينا بواحد الافكار باش يزرعوا لنا ايديولوجيا جديده في هذا الجيل هذا اللي صاعد. ما عمرني ما تلفزونش. علاش؟ ما ريخيت. فبكل وضوح وباختصار هذه القناه ديال الكواليس هذه الناس المشرفين عليها المسؤولين، هاد اصحاب المونتاج، اصحاب التصوير، مخرج الفكره، صاحب الاستوديو، المكان فين كاين هذا الاستوديو، الاجنده، الادمغه اللي محركه هذه القناه هذه وصحاب هذه الافكار هذه من وراهم ناس صحاح. علاش؟ لازم تجيني انا من وسطهم كاع باش نراجع اوراقي والله. فاسمع وفهم من راسك. محمد بوصفيحه الملقب بمومو اشهر مذيع ومعروف في المملكه المغربيه، في الاذاعه ديالو دازت مكالمه هاتفيه كيبين باختصار انه ما كاينش الامن والامان في الشوارع البيضاء، اعتقلوه وضربوه ب4 شهور ديال الحبس، به فيه مع غلط مع خلص. فاش؟ في وسائل التواصل السمعي البصري. زيد كذلك صاحب اغنيه شركب بيئته، يعني دار واحد الاغنيه تفرجوا فيها الناس، ديك الاغنيه كانت كتحتوي على بعض الكلمات يعني المسيئه والنابيه، شدوه كذلك حطوه في حقه ملف في المحكمه بفاس. والعداو وماذا هذا؟ في الماضي كذلك امهم نائمه ملي غلطات في 2019 كذلك شدوها واعتقلوها. فين غلطات؟ في وسائل التواصل الاجتماعي. طوطو فين غلط؟ كذلك فوق المنصه ملي هضر على الحشيش وخسر الهضره. يعني في المغرب كتغلط في وسائل التواصل الاجتماعي ولا كتقول شي حاجه كتخربق الراي العام غيشدوك غيعتقلوك. اذا هنا واحد السؤال كيطرحوه، علاش هذه القناه ديال الكواليس اللي جاي لينا بهذا المحتوى وجاي لينا بهذا العراء والخراب علاش ما فتحوش في حقها كذلك قضيه؟ طلعتي غدادار ايمن. فاذا منطقيا علاش هذه القناه كما قلنا ديال الكواليس من اول برنامج ظهر، يعني بانوا في رمضان مازال في هذا الشهر المبارك ملي بانوا لينا بهذا الخماج هذا، علاش في الاول كذلك ما تخرج الراي العام والمجتمع المدني وهذه الجمعيات ويفتحوا كذلك واحد القضيه ويحطوا واحد الدوسي في المحكمه ويبداو عاوتاني كذلك التحقيقات. وحنايا كاع كمتفرجين مثلا ولا كمغاربه بغينا نعرفوا شكون صاحب هذه الفكره، شكون صاحب هذه القناه، شكون صاحب هذا المحتوى، شكون اللي كيمولهم، شكون صاحب الاستوديو، شكون اللي كيمونطي ديك الفيديوهات، منين كيجيبوا داك الناس هذوك المخيات، منين فين كيلقاوهم، شنو هو المقابل اللي كيعطيوهم، شنو هي الظروف ديالهم، بغينا نعرفوهم. لا خاصو يتحبس وخاص يكونوا قوانين اللي كتنظم هذه الحياه على الانترنت. برافو عليك. وهذا الخماج هذا اللي ولينا كنشوفوه في وسائل التواصل الاجتماعي راه هضر عليه امين رغيب من قبل وقال الكلام اللي خاصو يتقال، يعني باختصار خاص واحد الرقابه، خاص واحد لجنه مراقبه ومحاسبه، يعني كتراقب وملي كدير غلط كتحاسبك في البلاصه وما كيعطلوكش. ان هاد الناس هادو راه كيسيئوا لسمعه البلاد، لانهم ملي كتجي وانا او لا يعني بكل صراحه وبكل صدق وبكل عقلانيه ومنطقيه هاد القناه هذه وهاد نوعيه المحتوى هذا من وراه اجنده، من وراه ناس صحاح، من وراه مسؤولين وكادرات صحاح في البلاد اللي مخلينه بحال هكا ينتشر. علاش؟ من اجل نشر ايديولوجيات وواحد الفكر متحرر لهاد الاجيال الصاعده هذه. علاش؟ حيت راه قالوا من قبل المغرب انتقل من مشروع دولة إسلامية إلى مشروع دولة ليبرالية، وملي كنقولوا دولة ليبرالية يعني الحرية المطلقة. انتقل فيها المغرب من مشروع دولة إسلامية إلى مشروع دولة ليبرالية. فالحل العقلاني والسليم واللي خاص يكون وخاص يطبق ولا نقاش فيه هو بحال هاد الفيديوهات هذه ولا بحال هاد المحتويات هذه وبحال هاد القناه هذه خاص كذلك تفتح في حقها واحد القضيه. علاش كتجي وشكون نتوما، شكون من وراء هذه المساله هذه؟ كما كان وقع شحال هذه في 2022 مع الدكتور الفايد ملي تعرات الحقيقه لقاو باللي كاينه اجنده وكاينين مخابرات وكاينين ناس كبار كيجيو من برا باش يزرعوا في هذا المجتمع هذا واحد الافكار وواحد ثقافه جديده خارجيه علينا حنايا. ولينا كان انفلونسي واحد الشباب، راه الشباب ما بقاش بغى يقرا استاذتي، راه الشباب ولا كله غادي للتيك توك. فكما فتحوا قضيه في حق مومو
وفي حق الشركه ببيئتها وفي حق توتو في الماضي، خاص حتى هاد صاحب قناه كواليس يفتحوا في حقه قضيه ونعرفوا شكون الاجنده اللي من وراه وشكون اللي كيدعموا ومنين كيجي التمويل وكيفاش هذا البرنامج مع بان في مصر مع بان في المغرب مع بان في تونس، واش هذه لوبيات ولا اجندات، واش حنا زعما يمكن الخير ما فاهمينش. خاصنا نفتحوا تحقيق ويحطوا واحد الدوسي في المحكمه ونعرفوا كيفاش. وإلا ما دارش هذا الشيء هذا فكما قلنا في الاول بكل منطقيه وعقلانيه وصراحه انهم مدعومين من عند ناس مسؤولين في الدوله، يعني كيشوفوهم وكيغضوا عليهم الطرف، صافي غنشروا داك الشيء اللي بغيتو هانيه ماشي مشكل. وهذا الشيء هذا راه ماشي مساله انتقاد بناء ولا الراي والراي الاخر وديك الهضره ديال الانفتاح والتحرر، لا، هذا برنامج زباله خاصو يحبس وخاصو يتوقف ويتحل في حقه قضيه صافي. طيب من جهه اخرى هذا البرنامج هذا غيقول لك شي واحد لا ما خصناش نتفرج، شوف كلشي غادي يتفرج فيه وكلشي غادي يبحث عليه، علاش؟ لان كله ممنوع مرغوب. اي حاجه هما اصلا قالوا في عنوان الفيديو ديالهم لاول مره في المغرب، يعني انت اول مره غتشوف هذا الشيء هذا في المغرب، يعني واحد المحتوى اجنبي امريكي شدوه بداو كيترجموه بالدارجه المغربيه، يعني ضروري غادي تمشي دير واحد الطليله كما كنقول. وكما قلنا اي حاجه محظوره عليك او لا محرمه عليك فطريا كتكون مرغوب فيها، يعني اي حاجه انت عارفها ما مزياناش ضروري غادي تمشي تطلل. غير هو فين كاين الفرق؟ الا مشيتي ضروري بحثتي وبديتي كتشوف، تفرجتي مثلا بان لك الصوره دوزتي دقيقه ولا نص دقيقه واحد شويه ديال الوقت شويه تقول شد هذا حيد مزيان، عرف باللي راه العقل ديالك سليم. وهاد القضيه هذه اللي قلتيها هاد رده الفعل اللي درتيها يعني ما كملتيش الفيديو، ما كملتيش ديك 40 دقيقه. الا ما كملتيش 40 دقيقه بخاطرك عرف راك سليم، العقل ديالك الفكر ديالك راه مازال مزيان. الا جلستي وكملتي وغطستي وسعيتي ومشيتي معاه حتى الاخر عرف العقل ديالك صافي راه بدا كيتغسل، راه الدماغ ديالك راه بدا كيتغسل نورمالمون بخاطرك، يعني بشعور لا ارادي غتشوف داكشي تقول كما قال لك برادر صافي حيد.